الامر المهم واللي يريد من عندك ما جامل به، السيد المكلف الاخ علي زيدي مالك شركه الاويس عليها ملفات فساد. هاي الملفات فساد، قضيه التجاره والفساد اللي موجود بهذا الامر، فاحنا نريد هم من عندك تحقيق بهذا الامر والإيماء الى النزاهه، حسم هذا الموضوع، لان اذا هو شركه ما قدر يصلح حالها شلون احنا راح نصوت له ويصلح حال بلد. قضيه انت مشكور كلفت لجنه قبل 10 ايام للتحقيق وعرض تقرير لجنه الامن والدفاع بقضيه استهداف دكتور ضرغام وقضيه التظاهرات، واللي البارحه صار جزء من عندها موضوع الفلاليح اللي هو عدم احترام المتظاهرين. هذا الانسان ما يطلع للشارع اذا ما يعجز. اليوم هو يطلب الحكومه، صار له سنه، الحكومه اذا تطلب الفلاح او تطلب المستقرض او صاحب السلفه اذا تطلبه تحمل عليه فوائد، بس اليوم الفلاح من صار له سنه يطلب ما تحمل، ما يطالب بحقه، ومن يطالب بحقه يهان بهاي الطريقه او تجي عصابات الموت تغتاله. فنريد لجنه الامن والدفاع اللي كلفتها اللي راحت للحله قبل 10 ايام نريد عرض تحقيقها، لان لجنه الامن والدفاع توصلت الى حقائق، السيد الرئيس توصلت الى حقائق، وبدت هاي الحقائق بالضد، قاموا يهددون القيادات الامنيه. لا قام ان شاء الله، اضافه الى عدد من الوزراء اللي اكو ملفات فساد وشبهات فساد، هسه يداور اسمائهم بالاعلام بانه راح يرجعون يستلمون حقائب وزاريه فحسم هاي الملفات بالنزاهه.